يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة ما فيهوش حاجات كتير قوي يعني، بس كنت صاحية من بدري، فتعالوا بقى اخدكم في يومي النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة كده، اول ما صحيت فتحت الشبابيك وروقت البيت، وكنت بقى نفسي قوي في ساندوتش بيض اومليت كده. فقلت ايه، اعمل ساندوتش بيض واعمل جنبه كوباية شاي بلبن. بس هعمله شاي كرك، بحط السكر بكرمله الاول، بعد كده بحط عليه بقى الحبهان وقرنفل وجنزبيل، بعد كده بحط اللبن وبرفعه على النار. عملت بقى الفطار، بعد كده اخدته بقى وقعدت اتفرج على حلقة البودكاست بتاعه معتز التوني. وبعد كده قمت بقى بدأت احضر في الغداء. الخطة النهاردة ان انا اعمل سندوتشات شاورما سوري. فتبلت الشاورما وقطعت كمان بقى بصل وفلفل الوان وطماطم، وجهزتهم على السوا على طول. بعد كده بقى قعدت اخطط للشهر الجديد واكتب كام حاجات كده عايزة اعملها الشهر ده. واتفرجت على حلقة من المسلسل، بعد كده قمت شغلت الغسالة على الغسيل اللي كان عايز يتغسل، وبدأت بقى في تحضير الغدا. أول حاجة سويت اللحمة لوحدها الأول وسبتها بقى تستوي خالص. وقلت أعمل بقى شوية سلطة طحينة كده، أنا بالنسبة لي شاورما اللحمة لازم يكون جنبها طحينة. وعملتها مشطشطة كده سنة، كانت طالعة طعمها تحفة. قطعت كمان بطاطس كده للتحمير، وبدأت بقى أجهز الأكل. سويت بقى الشاورما، سويت اللحمة الأول كويس قوي، بعد كده نزلت في الآخر خالص بالبصل والفلفل علشان ما يتهروش قوي، يبقى لسه فيهم شويه قرمشه كده. حطيت في الاخر بقى شويه خضره شبت وبقدونس وكزبره. وبدات بقى اجهز السندوتشات، حطيت معلقه طحينه كده الاول في العيش السوري، وبعد كده بقى بدات الف السندوتشات. كان فاضل حبه عملتهم في عيش كايزر، وبس كده سبتهم بقى ان انا احطهم على الجريل على طول. غطيتهم بس باكياس وسبتهم. وكان عندي شويه غسيل طبعا على المنشر عايز يتطبق، فطبقتهم ورجعتهم مكانهم تاني للدولاب. والمنظر ده كانت لحظه عمري ما شفتها من اول ما اتجوزت، فكان لازم اوثقها لاني متاكده ان بكره الصبح هيكون مليان من اول وجديد. عملت بقى ايس كوفي كده وقعدت اشربه عشان كنت خلاص فرهدت ومش قادره. وقلت اخد بريك كده، فخدت حاجه حلوه وقعدت اتفرج على مسلسل طلعت روحي. المسلسل ده بحبه جدا. وبعد كده بدات بقى اجهز الغدا، سويت السندوتشات على الجريل وقليت البطاطس. وبجد منظر البطاطس كده بيخليني عايزه اكل حتى لو انا مش جعانه. جهزت بقى السندوتشات خلاص، وكانت طعمها خطيره بجد، حلوه قوي. وقعدنا بقى نتفرج على حلقة المسلسل بتاعنا، وبس كده يكون يومي خلص. استنوني في فلوج جديد، وباي باي.